تقلان صح؟ وطبعا القميص هينفجر. الكنافة ها؟ يا بني آدم انت بتبص فين؟ انا هنا. انا مش منبهك 100 مرة انك ما تفطرش في رمضان بالطريقة دي عشان ما تتقلش؟ امري لله، ركز في الكلام اللي هقوله المرة دي، يا اما يا ابني بالشكل ده هتبقى تلاجة على العيد. قال انا هعمل فورمة العيد. قال قبل ما اقولك تعمل ايه عشان ما تتقلش على الفطار، لازم تعرف انت بتتقل ليه اصلا. لما الاذان بيأذن وانت تقوم تجري على البلح وتقربع العصير وتاكل القطايف وبتطبق بالحرف كل خطوات تمت تعبئة الكرش بنجاح. فاهمك عامة. اقصد خف حش اكل شويه، مش كده يا عم. اللي بيحصل ان مخك وانت صايم كان مسرح بروتين وظيفته انه يحطك في السرفايفل مود عشان تصطاد عشان تجيب له اكل، لكن اول ما برميل السكر ده يخش جسمك فمخك يقوم ساحب البروتين ده تاني عشان تفخد. هي طاقه في الهوا كده ببلاش ولا ايه؟ كمان الانسولين اللي ضرب في السما ده بعد الفطار بياخد الاحماض الامينيه يسحبها للعضلات، بس بيسيب حمض اميني واحد صايع ملوش اهل اسمه التريبتوفان، وده اللي بيخترق المخ وبيتحول لميلاتونين هرمون النوم. وطبعا معدتك بتستغيث بتشفط الدم اللي فيه كل الاكسجين عشان تعرف تهندل المعركه دي، فالدم والاكسجين بيقل وصولهم للمخ. كل ده بيخليك تركب اسرع قطر للتفخيد. الحل مش هنا نوعيه الاكل اللي تاكلها بس، لكن ترتيب الاكل هو حل المعضله دي. يلا ورقه وقلم معايا كده وطبق الاربع خطوات دول. هتكسر صيامك على 3 تمرات مع كوبايه ميه واحده بس. تاني حاجه عايزه اراده شويه بس انت قدها، تستنى في حدود ربع ساعه واستغل ده انك تصلي المغرب. تالت حاجه ترجع وتبدا بالبروتين مع شوربه او سلطه. هنا فايده ده انك بتحفز هرمون الجي ال بي 1 اللي هو الاوزيمبيك الرباني اللي في الجسم، اللي ليه دور عظيم في انه ينظم عمليه الهضم ويحسسك بالشبع. رابع حاجه بعد كده تقدر تخش على باقي الاكل، وتقدر في المرحله الاخيره دي انك تاكل لو عايز قطعه حلويات صغيره نفسك فيها او اي مشروب رمضاني صغير. رمضان كريم عليكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو عشان توصلوا لاحسن نسخه من نفسكم في رمضان.